واحدة من المشاكل اللي بتقابل دايما المهاجرين ومحدش بيتكلم عليها، او مش محدش بيتكلم عليها، بس على ما الناس بتوصل لها بيبقى خلاص ما بقاش عندهم مجال ان هم يتكلموا اكتر، ما بقاش عندهم طاقة. بس قبل ما نتكلم عنها تعالوا نعمل اول كوباية قهوة ونرجع تاني. اول حاجة تأكد ان القهوة الجميلة موجودة، وبعدين نقوم نشغل هذه الماكينة الرائعة. حطينا دراع ننزل شوية احنا كده في الاخضر، ده معناه ان الدنيا بيس. تعالى بقى نشيل دي. اوه عايزة تتظبط شوية، بس انا عادي ما بظبطهاش. محتاجين شوية من لبن البقرة بينه هنا، وبعدين نقوم حاطين معلقة واحدة من الهوت شوكولات. انا ما حطيتش واحدة الصراحة. وقلب قلب قلب قلب. عدنا بالكوب الجميل ونقوم ضاغطين على لبن شوكولات. طبعا حاجة مهمة موضوع الاسبريسو ده. هذه هي القهوة الجميلة بالقوام الكريمي الرائع. شغلنا ده وبعدين نبدأ نصب. يكون هذا هو المنتج النهائي لليوم. اكبر مشكلة انا بشوفها شخصيا او حتى بقابلها دلوقتي ان الناس بتمشي بعد ما الناس بتيجي بتقعد الخمس او السبع او العشر سنين بتوعها. خلاص هو بيوصل للهدف اللي هو عايزه فبيقوم ماشي. ففجأة بتلاقي نفسك قاعد لوحدك، فجأة بتلاقي كل اصحابك، كل معارفك، كل اصحاب ولادك، كل اصحاب مراتك كلهم اختفوا. ليه؟ لان كل واحد كان جاي وعنده خطة معينة خلصها ومشي. وما خبيش عليكم ان انا كل فترة مش قليلة بلاقي حد بيكلمني بيقول لي ايه، انا بفكر امشي، ايه الموضوع وازاي اعمل الورق وازاي اظبط نفسي عشان المدارس وعشان الحاجات دي كلها. الموضوع بيختلف من شخص للتاني. في ناس بتمشي لان هم خلاص البلد بقت اصغر او ما بقتش مستحملة تطلعاتهم بقت اكبر من البلد. في ناس بتمشي عشان هو مش عايز يربي ولاده هنا، او في حد جات له شغلانة وخلاص ولازم يمشي، او عادي هو انا خلاص قررت ان انا همشي، انا مش عايز اقعد في البلد دي، مش عايز ولادي يكبروا هنا. طب عندي شغل في مكان تاني؟ لا ما عنديش، بس انا همشي ورزقي ورزقهم على الله. اما الناس اللي بتخليها فهم حاجة من ثلاثة: شخص قاعد في البلد واتزنق فيها. البلد هنا بتعودك على الراحة وعلى ان اللي ما يخلصش النهارده يخلص بكرة، زي ما قلنا كتير فيديوهات كتير. فخلاص هو بطل يتطور فاتزنق في البلد، ما بقاش عنده القدرة. النضارة مش نظيفة. ما بقاش عنده القدرة ان هو ما بقاش عنده القدرة ان هو يدور يلاقي شغلانة تانية. هو خلاص الترس بتاعه تلم وبطل يلف، بقى بيلف على قد ما البلد شغالة وخلاص. وحد هو عجباه البلد، هو مش فارق معاه كل الحاجات اللي فارقة مع الناس التانيين، ومبسوط بالعزلة والوحدة اللي هو عايش فيها. والحد الاخير واحد اتزنق من كتر التفكير، عايز يمشي، عايز يقعد، بيدور على شغل. فخلاص مع الوقت هو خلاص قعد واستقر من غير ما ياخد باله. وده بقى يرجع لحاجات كتيرة. يعني مثلا في مشكلة كبيرة جدا في نيوزيلندا، هي مشكلة الاحتكار. ان هتلاقي كل حاجة في البلد في حاجة حد واحد بيعملها، في نوع معين من الحاجات مصنع واحد بيعملها، في نوع معين من الشغلانات عشان تخشها لازم تخشها عن طريق حد. البلد هي قرية صغيرة فالاحتكار فيها يعني كبير جدا. من المواقف المشهورة قوي اللي انا عديت بيها، كان في واحد صاحبي عايز يعمل مغسلة عربيات، فأجر أرض وحاول يروح إن هو يفتح المغسلة، وراح للهيئات المنظمة لهذا الأمر. فقالوا له ده انت هتعمل وهتسوي، والمهم ايه يعني ايه مدام عفاف من الاخر. وبعد شويه بيقول لي لقيت رقم برايفت نمبر بيكلمني بيقول له انت كنت عايز تعمل مغسله، طيب عشان تعمل المغسله دي انت محتاج تكلم معانا. لما راح اتكلم معاهم قالوا له انت هتجيب الحاجات دي من هنا وهتعمل كذا وهتسوي كذا، وعشان تاخد الموافقه انت محتاج تدينا مبلغ كذا. طبعا العهده على الراوي سواء كانت القصه دي صحيحه او مش صحيحه، ولكن الموضوع ده باين قوي، باين ان في مجموعة من الناس مسيطرين على البلد زي اي دولة، زي اي دولة في العالم. انا مش بقول ان دي بس هنا في نيوزيلندا، بس ده حاجة من الحاجات اللي بتخلي الناس تبقى عايزة تمشي، ان هو مش شايف مستقبل، مش شايف ان هو هيكبر، هو خلاص جاب اخر البلد. ودي بقى تاخدنا لنقطة كويسة، ان انت هنا في هذه البلد في الاخر ليك سقف، مهما كان اللي انت بتعمله انت ليك سقف.
ليك سقف هتوصل له وبعدين مش هتعمل حاجة بعدها. يعني السقف ده انت اخرك ان انت تشتغل الشغلانة دي وتدرجك الوظيفي. يعني حتى في الناس دايرة علاقاتي، الاشخاص اللي تخطوا مرحلة ان هم يكونوا عمال او ان هم يبقى كبير عمال، ان هو بقى يطلع لنقطة الادارة، العدد قليل جدا لاسباب كتيرة، من ضمنها العنصرية الخفية اللي هي موجودة في بلادنا عادي. اللي هو انت، انا مصري فاحب ان انا اللي اشتغل معايا يبقى مصري، انا مسلم فلازم اعين كل اللي معايا مسلمين. عادي، دي عنصرية موجودة في كل الاماكن. وفي منها تانية عنصرية بقى، العنصرية الحقيقية اللي هي بتاعت ان انا لا انت مش ابيض، انت مش عارف ايه. الحاجات دي موجودة بنسب متفاوتة، ولكن هي الفكرة في النهاية بالنسبة لنا المهم ان انت في الاخر ليك سقف. الناس اللي نعرفهم عدد قليل جدا، يمكن 1 أو 2 هم اللي قدروا يوصلوا لمرحلة ما. هل ده ليه علاقة بنيوزيلندا نفسها؟ هل ده ليه علاقة بانك في بلد غربي غريب عنك؟ مش عارف، بس ده سبب من اسباب اللي بتخلي الناس تمشي. واخيرا نقطة كنت اتكلمت عنها على انستجرام، مشكلة الاطفال والمنافسة. ان البلد هنا لا تحفز على المنافسة، مفيش فيها اي منافسة. ده يقولك ان هي فيها فرص كتيرة، فعشان كده مفيش منافسة، الفرص اكتر من الناس. فبالتالي تلاقي الناس هنا الأطفال مش عايز يكمل تعليمه أو مش عايز يتعلم، عايز يروح يشتغل شغلانة ملهاش مستقبل بره البلد، زي ما انك تكون احسن بناء او احسن سباك. دي شغلانات رائعة جدا وكويسة جدا، ولكن لما هتشتغلها هنا انت مربوط بهنا. يعني يمكن في وقت من الاوقات تروح استراليا. فبالتالي بعد كل الاسباب دي هتلاقي الناس مشت وانت قاعد. قد تكون انت الحمد لله شغلك مستقر وحياتك مستقرة والدنيا ماشية معاك، ولكن ده هيخليك تسأل نفسك هو انا ليه قاعد. ساعتها بقى تسأل نفسك ايه الهدف، إيه السبب اصلا، انا ايه اللي جابني هنا وايه كانت خطتي. صديق من الاصدقاء يعني ربنا يبارك فيه كلمني من كام يوم، قال لي انا خلاص قررت ان انا همشي. انا بقالي 10 سنين في البلد دي وحققت كل حاجة ومش قادر اقعد فيها تاني. فالصراحة وهنزل بعد شهر، همشي بعد شهر. عارف اللي هو ايه؟ يعني اللي هو الموضوع يعني كان هو مش اول شخص يعمل كده، بس يعني في ناس كده معينة في حياتك يعني معلمين جامد قوي بالافعال بتاعتهم. اللي هو انا خدت قرار ان انا همشي بعد شهر وانا همشي بعد شهر. فقلت له طيب يعني ما تناقش معاك، ما اتكلمش معاك؟ قال لي لا انا خدت قرار، انا بس بتصل عشان اسالك عن كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له طيب اهم حاجة انك تعملها النهاردة انك تجيب ورقة وقلم وتكتب انت ليه ماشي، ايه السبب ان انت ماشي. لان لما الدنيا تزنقك وتروح مكان ما انت رايح، سواء بقى اذا كنت رايح على شغل او رايح على من غير حاجة، بس لمجرد ان انت تعبت من البلد والموضوع بقى صعب بالنسبة لك واهلك وحشوك لانك في غربة، لازم تكتب انت ليه مشيت، ايه اللي خلاك تمشي، ايه الاسباب المنطقية اللي عندك في دماغك دلوقتي اللي على اساسها خدت القرار. عشان لما الايه، لما الدنيا تزنق وتتلخبط على بعضها وترجع تقول يا ريتني ما عملت كده. لان الشيطان هيجيلك هيقول لك، ما هو لازم، هو الشيطان لازم يحسرك. يعني الشيطان يعدكم الفقر، لازم مهما كان اللي انت عملته لازم هيحسرك على قرار انت خدته عشان تفوت صلاة، تتضايق، تزعل. ما هو لازم يعمل كده. فلازم تكتب كويس انت ليه عملت كده. فسواء بقى كنت انت لسه في اول رحلتك او في اخر رحلتك او في النص او لسه بتفكر، لازم تبقى عارف انت بتعمل كده ليه، ولازم تبقى عارف الخطة بتاعتك شكلها عامل ازاي. لان كل ما الدنيا تزنقك هتقوم فاتح الكتاب او فاتح الورقة اللي انت كتبت فيها الاسباب دي وتقعد تقول انا سافرت عشان 1 2 3، انا كان هدفي ان انا اعمل كذا، انا لما خدت القرار ده ساعتها كان هدفي ان انا اعمل كذا. بس يا سيدي دي كانت خاطرة سريعة كده كاتبها بقالي شهر، بس قلت اتكلم معاكم فيها النهارده. آه وبس كده، لحد ما اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. اشوفكم بخير والسلام عليكم.